السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول فيديو أهو زي ما وعدتكم بعد ما حلقت في توقيت غريب شوية. الصباح شتوي صيفي، بعد شوية جري ونهجان وكده فاستحملوني. الفيديو طبعا ما ينفعش نبدأ المرحلة الجديدة من غير ما يبقى أول فيديو عن ال AI طبعا، الشبح والجميل وكل حاجة وعكسها. خليني اقول لكم حاجه صغيره كده، يعني بحيث ان كلام عن الاي اي كتير قوي، وكلنا لسه متلخبطين، العالم كله لسه متلخبط ومش فاهم وبيعيد حساباته، وكلها شركات كبيره والافراد وكل حاجه. هل الاي اي شيطان ولا هو حاجه حلوه؟ هل هي تول هنستخدمها تساعدنا ولا هتستبدلنا ولا هي اللي هتستخدمنا ولا يعني بغض النظر عن قناعاتي انا الشخصيه يعني. بس خليني اقول لكم مثال صغير. لو في شيف، كذا شيف يعني، طباخ شاطر او مش شاطر، كذا واحد كلهم عندهم نفس المقادير دي، بتشوفوا ده في المسابقات اللي بتيجي على اليوتيوب المشهوره وكده. هل كلهم هيطلعوا نفس الطبخه ولا في ناس تطلع حاجه حلوه، ناس تطلع حاجه وحشه، ناس تطلع حاجه نص نص، ناس تطلع حاجه واو رهيبه؟ هي دي بالظبط من وجهه نظري فكره الاي اي دلوقتي. زمان كان العالم في مرحله ما معتمد ان الناس عندها معلومات، كانوا بيسموهم حتى العلماء الموسوعيين على ما كنا بندرسهم في المدرسه. تلاقي حد بيشتغل في ابن سينا ودافنشي وفلك وطب ورسم وشويه حاجات مع بعضها، بعد شويه بقى تخصص جوه تخصص جوه تخصص، تلاقي واحد متخصص دلوقتي في حاجه جوه حاجه جوه حاجه جوه حاجه. آه، انا اعتقادي ان مع الاي اي دلوقتي بقى كل الناس متاح عندها كل التولز، كأن كل الناس عندهم اشطر تيمز بيعملوا كل حاجه. بس هل ده معناه ان كل الناس هتطلع نفس الحاجه؟ هل ده معناه ان الاي اي زرار هتضغط عليه في اي حاجه؟ كلمه الاي اي مش بفصل بقى اللي جوه الامس والفايب والحاجات الكتير اللي جوه يعني، والايجنتس وكل الكلام. الاي اي عموما، هل ده معناه انه زرار كل الناس عندها نفس الحاجات؟ معناه كل الناس تطلع نفس الحاجه؟ طبعا لا. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ تاني، بعيدا عن رايي الشخصي ومش دفاعا عن الاي اي لانه مش بتاعي، ولا حد يقدر يقول اصلا كده، ولا حتى اللي عاملينه فاهمينه كويس الحقيقه. وعارفين امكانياته للاخر، ولسه العالم كله بيجرب. بس الخلاصه ان انت لما تتعلم وانت عندك باك جراوند كويسه مثلا في اداره المشروعات، او عندك باك جراوند كويسه في الاخراج، او عندك باك جراوند كويسه في الطب، او عندك باك جراوند كويسه في المحاسبه، وتشتغل بيه، في الحقيقه هو هيعمل لك اللي انت عايز تعمله، الكلام اللي كل الناس بتقوله في شهر ممكن يعمل لك فعلا في دقائق او في نص ساعه. طب هل الناس نتائجها زي بعضها؟ طبعا لا. هي دي بقى اللي تفرق، انت عندك رؤيه ولا لا، عندك حاجه عايز تقدمها جديده ولا لا، انت كرييتيف ولا لا، وبتشتغل على نفسك ولا لا، انت عندك خبرات تراكميه اصلا بتستخدمها في ده ولا لا. فده بس اللي انا عايز اقوله بدايه كده، واول فيديو تسخيني يعني، عشان مش قادر اتكلم. هو ال ان الاي اي هو موجود، وهو خلاص حقيقه يعني، ما ينفعش نقول لا للاي اي والكلام ده، اللي عايز يقول طبعا براحته، بس هو حقيقه وحاجه موجوده دلوقتي، فلازم نتعامل معاه على هذا الاساس ونعرف. ومن تجربتي الشخصيه، من تجربه ناس كتير حواليا، خبراتك مش بتترمي في الزباله، هي بتفيدك جدا 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 لما تعرف توجهها صح باستخدام كل التولز اللي موجوده. تاني، افتكروا المثال بتاع الشيف ده هتفهموا قصدي كويس. بس ده حاجه خفيفه كده، كلام مكرر ملوش لازمه، بس قلت عشان ايه ابدا وابقى وفيت بوعدي. سلام عليكم.